تركي آل الشيخ هيعمل أغلى مسلسل لأحمد عز. تعال أقول لك إيه اللي حصل. تركي آل الشيخ صرح إنه هيعمل أغلى مسلسل في الوطن العربي. تكلفة المسلسل ده هتبقى 25 مليون دولار، يعني حوالي مليار و250 مليون جنيه. بطل المسلسل ده هيكون أحمد عز، وهيكون المسلسل من تأليف صلاح الجهيني اللي عمل فيلم أولاد رزق. طبعا هيبقى معاه مؤلفين تانيين، هيجيب 3 مخرجين عالميين عشان يخرجوا المسلسل ده. المسلسل ده هيتعمل في أول شهر 7 اللي جاي، هيتصور يعني، وهيكون عبارة عن 8 حلقات بس. تركي آل الشيخ معودنا دايما عن الحاجات القنابل اللي بيضربها. مسلسل من 8 حلقات تكلفته مليار و250 مليون جنيه مصري. طبعا انا اعتقد ان المسلسل ده هيكسر الدنيا، ان ما كانش بالتمثيل هيبقى بالانتاج اللي مصروف عليه. وطبعا كده كده احمد عز عارفينه ممثل قدير جدا، وجوده في اي عمل فني اكيد بيرفع من العمل الفني ده. قولوا لي بقى في كومنتات، هتتابعوا المسلسل ده ولا مش هتتابعوه؟ انا شخصيا لازم اتابعه بسبب الفلوس اللي اتصرفت ديت، لكن انا اتوقع زي ما قلت لكم كده نجاح المسلسل هيكون نجاح باهر، من انتاج، من اخراج، من تمثيل. انتوا بقى قولوا لي، هتتابعوا المسلسل ده اول ما ينزل ولا لا؟ عرفوني في كومنتات.